يا صباح الورد والفل والياسمين، صباح الهنا والسعادة على عيون أحلى متابعين في الدنيا. ازيكم يا اخواتي؟ وحشتوني جدا 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 من آخر فيديو نزلناه مع بعض. بقالي فترة كده ما نزلتش فيديوهات، بس الفترة دي وحشتوني قوي 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 قوي. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كده بخير وأتم صحة وأحسن حال، اللهم آمين. تكونوا كده دايما بصحة جيدة وبخير وبسعادة، ويملأ قلوبكم فرح وهنا. انا ريهام احمد، دي قناتي. لو لسه اول مره بتشوفي قناتي يا قلب اختك، يا ريت فضلا منك وليس امرا مني طبعا تشتركي في القناه لو لسه ما اشتركتيش، وتكبري قناتي كده وعيلتي البسيطه دي بيكي. هنبقى عيله بسيطه كده وعيله حلوه وفرفوشه وكل حاجه. هنقدم كل حاجه حلوه مع بعض، هنبقى عيله واحده، نبقى عيله بسيطه كده. فمستنيه اللايك بتاعك، ومستنيه اهم حاجه الاشتراك بتاعك. وما تنسيش اهم حاجة دعوة حلوة كده من قلبك ولك بالمثل. وربنا يجازيك كل خير على كل ضغطة زر بتعملوها لي. في اول فيديو كده تعالوا ناخد حسنات مع بعض، يلا ونذكر الله ونصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب ويأتي بها الفرج. النهارده فيديو جديد، بقالي فترة كبيرة كده ما صورتش او ما منتجتش فيديوهات. حاسه ان انا مش عارفه حتى وانا بمنتج كده بتلخبط في الكلام. فعلشان بستنى فتره طويله وارجع تاني اعمل الحاجه، فتحس ان بقى في ارتباك شويه في الكلام. مش عارفه اجمع الكلام، مش عارفه اقول ايه. فانتوا يعني ايه، اعذروني. المهم وحشتوني. النهارده حر جدا جدا جدا. عايز اقول لكم ان خلاص بقى بقينا نحط ميه في التلاجة بقى، وبقينا خلاص هنطلع الصيفي بقى بأمر الله. والولاد خلاص صيفهم تماما يعني. خلاص هنشيل الشتوي بقى. والفترة الجاية بأمر الله يعني ايه تجهيزات بقى، ايه روايح الصيف. عاوز اقول لكم ان الصيف ده بيدخل عليا. انا من محب الشتاء، محبش الصيف. يعني بحس ان هو الصيف بيجي بقى، معرفش هو بيحصل ايه. بس المود الشتوي بيبقى احسن ليا. بس من ساعة الولاد ما كبروا وراحوا المدرسة بقى والدروس وكده، حسيت برضو ان انا في الشتاء بيبقى برضو في حاجة يعني ايه، حاجة تقيلة من اللي هي بقى ايه، ان الولاد رايحين الدروس والمدارس بقى اللي ما ينفعش يقعدوا منها. فدخلت حتى الشتاء، تحسوا ان احنا لا عجبنا شتاء ولا عجبنا صيف. فاهنوا يعني ايه، نخلينا ربيع على طول فالجو اليومين دول تحسوا ان هي فيها موجة حر شديدة جدا. فدخلت بقى النهارده على المطبخ بتاعي، قلت انضفه معاكم كده، شويه نشاط وحيويه وطاقه ايجابيه كده ندخلها على قلوب بعض. عاوزه اقول لكم ان انا بتشجع بيكم، والله العظيم. يعني انا ساعات ببقى ايه مكسله عن المطبخ ده، بدخل مثلا اغسل الطبقين مكان الاكل واطلع على طول. ما بتشجعش بقى غير ان انا اعمل فيديو. مفيش فيديوهات بقى معايا ان انا انزلها. بقوم متشجعه بيكم بقى ان انا اقوم بقى اصور فيديو، اصور بقى روتين حلو بحيث ان هو يحمسكم. زي ما انا ببقى كسلانه كده، اكيد انتوا بتبقوا كسلانين. ودخلة الفصول دي او تغيير الفصول بيبقى كسل على الستات عامة، لان الهرمونات عندنا او تغيير الفصول ده بيبقى صعب بالنسبة لنا. بيبقى مثلا ايه، بيبقى في زهق شوية، في طاقة كده تحسوا ان هي طاقة سلبية كده، مش قادرة تقومي من مكانك، مش قادرة تتحركي من مكانك انك تقومي تعملي حاجة. فانتوا زيي ولا ايه، ولا انا لوحدي اللي كده ولا ايه؟ انتوا لو زيي اكتبولي ان انتوا زيي، انا مش لوحدي في الدنيا دي لان بجد انا معذبه ولادي ومعذبه جوزي وبصوا انا جايبه لهم دلوقتي ايه، حاسه ان انا جايبه لهم حاله اكتئاب كده. فالحمد لله قمت كده اتشجعت كده بيكم، ونضفت بقى المطبخ بتاعي. عندي شويه مواعين كده محتاجين يتغسلوا، الرخامه كان محتاجه ان هي تتنضف، البوتاجاز برضو هننضفه مع بعض. كذا حاجه كده بامر الله. مش هنطلع من المطبخ غير لما نخليه فله شمعة منورة. طب انت بتركني يا ريهام مواعينك مع على بعضيها ليه او كده؟ كنا بنشم النسيم امبارح، فكان شوية مواعين كده ما كنتش فاضية ان انا اغسلها. هتقولي حرام ان نشم النسيم والحاجات دي، عارفة والله ان حرام. بس احنا انا بتكلم عن نفسي، يعني لما اجي اتكلم هتكلم عن عيلتي بس. يعني احنا بنصدق اليوم اللي نخرج فيه او يوم كده نتجمع فيه.
فبنحب بقى ايه التجمعات العائلية. فيوم زي ده بنحب مثلا ان احنا نخرج، مش ان احنا رايحين نشم نسيم او ان احنا نحتفل بعيد الربيع او ايا كان احنا طالعين ليه، بس بنحب. انا من الناس اللي بطلع علشان اتفرج على الناس رايحين جايين. بقول لجوزي انا عاوزه اقعد في مكان كده الناس رايحه جايه فيه، بحس ان انا اتفرج كده على الناس اللي رايحه جايه. يقول يا بنتي انت هبله مجنونه. اقول له ايوه انا كده عاوزه بقى ايه، اقعد كده على شط البحر معايا السناره بتاعتي، اصطاد شويه الرنجه متسيحين، شويه سمك يتاكلوا، واليوم يبقى ايه لذيذ وحلو كده. ومنبقاش طبعا لوحدينا، فالبلد كلها عندنا بتبقى كده عامه. يعني في حتة حرام مش حرام، انا ما اقدرش ان انا اتكلم حرام مش حرام. طبعا معروف ان احنا لو احتفلنا بعيد الربيع وكده ده حرام، بس احنا عاملينه يوم كيوم عادي ان احنا العيلة بتتجمع فيه كل سنة. بيحصل مثلا نلعب شوية، نفرح شوية كده بجمعتنا مع بعض مش اكتر. لو وصلت لحد هنا قلب اختك، فبفكرك لو لسه محطتيش اللايك، بجد اللايك بتاعك بيفرق معايا جدا. وبما اني ما نزلتش فيديوهات بقالي فتره وعاوزه اتحمس الفتره الجايه ان انا انزل فيديوهات كتير، فحط اللايك كده عشان اتحمس بيكم. اللايك ده بيرفع الفيديو، مش يعني ما باخدش عليه فلوس ولا اي حاجه، غير ان هو بيرفع لي الفيديو شويه، بحيث غيرك وغيرك وغيرك يتفرج على الفيديو او يشوف الفيديو ويظهر الفيديو في كل مكان. فربنا يجازيك كل خير كده، وربنا يرضيك ويرضى عنك، اللهم امين. ويجازيكي كده ويجعل لك من الفرح نصيب، اللهم امين. حط اللايك يا قلب اختك بقى. تعالى نكمل الفيديو ونشوف احنا بنعمل ايه مع بعض. دخلت على المواعين بقى، بحب ان انا اول ما ابدا في المواعين كده طبعا الذكر على لساني على طول. وقلت لكم قبل كده ان فقره المواعين او يعني الوقت اللي بغسل فيه المواعين، بحاول مثلا في ناس كتير ايا كان، بنوتة صغنطوطة واحدة متجوزة، احنا كحريم او كستات، في ناس كتير بتزهق من الفترة اللي هي بتاعت غسيل المواعين او الوقت اللي هي بتغسل فيه المواعين. يا ست الكل، عشان تهوني على نفسك وقفة غسيل المواعين، خلي ذكر في لسانك دايما. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فاتشهدي، صلى على النبي، استغفر الله. مثلا خلي مثلا اي ذكر بتحبيه كده على لسانك، لا حول ولا قوة الا بالله عليه العظيم. فحاولي كده ان الوقت ده زي ما هو كده انت ما بتحبوش، خليه مثلا يعدي عليكي سلس كده، يعني ما تحسيش بيه. وده بايدك انت على فكرة. هتقولي لي ده بتاخد وقت وبتاخد عذاب وبتاخد مجهود ووقفة. احنا كستات احنا يعني ربنا سبحان الله خلقنا ليه؟ يعني احنا مخلوقين علشان شغل البيت، علشان تربية الولاد. فالحاجات اللي زي دي يعني زي ما بتبقى صعبة او الوقت بتاعها صعب، طبعا ربنا بيهونها علينا. فانت هونها على نفسك كمان، واذكري الله كده في قلبك يا ست الكل، وريحي قلبك كده بالذكر على طول. وخلي مثلا للمواعين مثلا للمعالق ذكر. خلصت المعالق ادخلي على الكوبايات خليها ذكر معين. خلي مثلا للاطباق ذكر معين. خليكي كده تاخدي حسنات بدل مثلا ما تقعدي كده تهري وتنكتي في نفسك وتاخدي سيئات، او يعني تخس. يعني كل ما بننكت في نفسنا ونهري في نفسنا كده احنا بنخس، هننقرض. والله انا حاسه ان انا هنقرض. جوزي يقول انت على طول بتاكلي في نفسك، يعني انت هتروحي فين بعد كده؟ مع انه والله يعني دي بتبقى طبيعه جسم. وخلي كمان كل اوضه برضو انا عامله لها ذكر معين. يعني بدخل الاوضه دي مثلا اروقها الصبح، اقول لها ذكر معين طول ما انا يعني مثلا بروق اوضه الاطفال استغفر، الاوضه اللي بعديها اقول ذكر معين برضو اتشاهد. فتحسوا ان الحياه يعني بتعدي. ما طبعا مش هقول لكم ان شغل البيت ما بيتعبش، بيتعب كلنا بنتعبه، بس انا بعلمك حاجة مفيدة يعني. لو حتى يعني اوصلك معلومة لو 1%، حتى لو انت ما بتعمليهاش، ممكن تعمليها وتاخدي حسنات بيها. يلا يا قلب اختك كده، بفكرك تاني لو لسه محطتش اللايك تحطيه. طبعا كل شويه بفكركم باللايكات علشان ما تنسوش، عشان في ناس بتطلع من الفيديو، وفي ناس بتحبني جدا على فكره، وهي الناس دي اكتر ناس بتسأل عليا ان انا ما بنزلش فيديوهات ليه وكده. وابص الاقي تعليقها جه وما فيش لايك اتحط بعديها، فاكيد انتوا بتنسوا. فانا بفكرك في الاول كده ان اللايك بتاعك بيفرق معايا جدا، وارفع لي الفيديو كده، وبتاخدي دعوة حلوة كده من قلبي كده، وربنا يرضيك ويرضى عنك، اللهم امين.
حطي اللايك. ولو لسه مشتركتيش اهم حاجة كده زودي عيلة البسيطة، عاوزين خلاص يعني حاجات بسيطة كده. واتفرجي على اطول وقت في الفيديو، حتى لو انتي ما انتش فاضية شغلي الفيديو وسيبيه، علشان انا عاوزة احقق الشروط بتاعت القناة هنا. القناة هنا مش متحقق لسه، ليها شروط لسه، فاضل لي حوالي اقل من 1000 ساعة، لان طبعا اليوتيوب بيبقى حاطط شروط كتير جدا جدا، 4000 ساعة مشاهدة وحاجات كتير كده عشان احقق الربح من اليوتيوب. طبعا حاسة ان ماليش نصيب في القناة التانية، لان كل ما بنزل فيها عليها فيديو بتعقد اكتر من الاول، وبقعد فترة. حتى لو تابعتوني هنا كنت بنزل فيديوهات هنا. رجعت، قالوا لي نزلي فيديوهات في القناة التانية اللي هم متابعيني وكده، فنزلت لي على القناة التانية. مش عارفة كل ما بنزل على القناة التانية بحس ان انا مقفولة كده. معرفش والله العظيم، هل دي طاقة حسد؟ معرفش الصراحة يعني. بحس بطاقة سلبية كده، ببقى زهقانة طول النهار بعد ما انزل الفيديو. انتوا يعني لو وصلتوا لحد هنا الدقيقة دي فقولولي، هو ممكن يكون طاقة حسد ولا طاقة ايه؟ مش عارفة الصراحة. فادعولي كده ان انا لو ليا نصيب في اي حاجة حلوة تجيلي، اهم حاجة عندي في الحياة، لان طبعا كلنا حياتنا مش كاملة. بس الحمد لله، الف حمد وشكر ليك يا رب، احسن من غيرنا بكتير. وكل واحد طبعا ليه اللي مميز حياته عن غيره، فنقول طبعا الحمد لله على كل حال. بس الواحد لما بيجي يحلم بيحب ان حلمه يتحقق، بس لو الحلم ده ما اتحققش نقول الحمد لله، كل لا يصيبنا الا ما كتب الله لنا. فالحمد لله على كل حال، راضية بكل حاجة والله العظيم، راضية بكل حاجة. الفترة اللي عدت دي كان من أصعب الفترات، إن أنا خسرت فيها طيور كتير جدا، خسرت فيها مبالغ فادحة زي ما بيقولوا. فعديتها الحمد لله يعني. بقيت أقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وهصور لكم السطح واقول لكم ايه اللي حصل على السطح كل واحده واحده، لان انا ما صورتلكمش طبعا الكوارث اللي حصلت على السطح، او ان انا الفتره اللي فاتت ما صورتش ليه، او في حاجات كتير. فانا اصور لكم فيديو للسطح كده. فالواحد بيقول الحمد لله مهما كان يعني حجم من الواحد، الكارثة اللي هو فيها بيبقى احسن من غيره بكتير. فطول ما احنا قاعدين كده نقول الحمد لله ونحمد ربنا على كل حال، نحمد ربنا على عيشتنا، نحمد ربنا على الاطفال. ربنا يرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة، اللهم امين. وكل كده حد نفسه في حاجة حلوة يحققها له، وانا منكم اللهم امين. وكده كنت نضفت المطبخ بقى وخليته فول عشان انا مزنهرة. عاوزة اقولكم المطبخ لما بيبقى كده احس بطاقة يعني، ببقى فرحانة بيه والله العظيم. شلت بقى الفرشة اللي في الأرضية. بصوا المطبخ بتاعي صغنطوط ازاي، بس الحمد لله. يعني الواحد على قد ما هو المطبخ صغير، شقته صغيرة، انا اقول الحمد لله. بس ده بيبقى بالنسبة للواحد جنة يعني، طالما مرتاحة وعايشة في راحة بال والنفسية مرتاحة، هتلاقي كل ده حواليكي يعني قصر. الحمد لله، ألف حمد وشكر ليك يا رب. كده بقى لميت بقى شوية التراب ده، كده هلمهم كده على الجاروف، كله يبقى كده تمام التمام. لو وصلت لحد هنا قلب اختك، فاكيد الفيديو عجبك، يلا حطي احلى لايك قبل ما تطلعي من الفيديو يخلص. وبكده الفيديو بتاعنا يكون انتهى. هفرش بقى الارضيه كده ويبقى كده تمام التمام. وصلنا لاخر الفيديو كده، استنوني في فيديو جديد. ولسه مشتركتش في القناه يا ريت تنزلوا تشتركوا بسرعه وتفعلوا زر الجرس على اشعارات الكل، عشان كل ما انزل فيديو يوصلكم اشعار بيه. دمتم في رعاية الله.